الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قد ذكرنا في المجلس الماضي قصد ابن عمر أو الإشارة التي يشير إليها بقوله من الملامسة، وقد قلنا إنه يقصد قول الله تعالى: أو لامستم النساء، وذكرنا لكم أن هذه الآية اختلف في تفسيرها على وجهين، فقال ابن عباس وعلي وغيرهما في طائفة من أهل التفسير إن الملامسة هنا الجماع، وقال ابن عباس وابن عمر في طائفة من أهل التفسير إن الملامسة ليست الجماع. وذكرنا الخلاف بين الفقهاء في انتقاض الوضوء بالملامسة التي هي دون الجماع، وذكرنا أن الجمهور يرون أن مس الرجل امرأته ينقض وضوءه، وخالف في ذلك الأحناف رحمة الله على جميع العلماء، وبينا الأدلة كل. إذا كان الملامسة التي هي دون الجماع تنقض الوضوء، فهذه الملامسة على وجهين: لمس بلذة ولمس بغير لذة. أما اللمس باللذة فهذا ينقض الوضوء عند هؤلاء الذين ذكرنا، والذين هم المالكية والشافعية والحنابلة. وأما اللمس بغير لذة فهذا لا ينقض الوضوء عندنا وعند الحنابلة في المشهور عنه، وينقض الوضوء عند الشافعية. والشافعية استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: أو لامستم النساء، فأطلق ربنا سبحانه ولم يقيد بشهوة ولا بغيرها. وكذلك في حديث ابن عمر، في أثر ابن عمر هذا فلم يقيد، وفي أثر ابن مسعود الذي يأتي بعده وليس فيه تقييد أيضا، فاعتمد الشافعية على هذا الإطلاق في القرآن وفي الآثار، فحكموا بأن مس المرأة مطلقا، مس الرجل امرأته مطلقا ينقض الوضوء. والصحيح ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم. والدليل على أن المس بغير لذة لا ينقض الوضوء ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لصلاة الليل وعائشة نائمة بين يديه، فإذا أراد السجود وأراد أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس جبهته على الأرض غمزها، والغمز غمز يعني لا بد أنه بمس، فقبضت رجليها وإذا قام بسطتهما. فهذا دليل على أن المس من غير قصد لذة ولا وجود إيجاد للذة هذا لا ينقض الوضوء. الشافعية رحمة الله عليهم يجيبون عن هذا الحديث بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن ادعاء الخصوصية هذا دائما يحتاج إلى دليل. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الأسوة، أن أمته تتأسى بأفعاله فيها. وإذا كان الشيء خاصا فلا بد من قرينة تدل على أنها خالصة له صلى الله عليه وسلم. بعض الشافعية أجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسها وهي مغطاة وهي مسجاة، فكان يمسها فوق حائل، يغمزها فوق حائل. والظاهر أنه لا حائل، لأنه لو كان لا ذكرت، حيث لم يذكر فالظاهر أنه لا حائل. استدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يصلي وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فشاهد موضع الشاهد أنها وضعت يدها على بطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع رسول الله صلاته، معنى ذلك أنه لم ينتقض وضوءه. والقول في يعني القبلة كالقول في اللمس. المالكية عندهم تفصيل أذكره لكم. احنا عندنا بالنسبة لللمس والقبلة إما أن يقصد اللذة، إذا قصد اللذة بلمسه أو قبلته فإما أن يجد اللذة وإما أن لا يجدها. هذا على حال هذه الصورة الأولى. عندنا صورتان وكل صورة تتفرع إلى صورتين، فالمجموع 4 صور. يقصد اللذة، فإذا قصدها قد يجدها وقد لا يجدها، ثم الصورة الثانية لا يقصد اللذة فيمس أو يقبل، وقد يجد اللذة وإن لم يقصد وقد لا يجدها. أما إذا قصد اللذة سواء أوجدها أم لم يجدها انتقض وضوءه. إذا قصد اللذة بمسه أو تقبيله سواء وجدها أم لم يجدها انتقض وضوءه. إذا لم يقصد لذة ولم يجدها وضوءه على حاله، وإذا لم يقصد لذة ووجدها انتقض وضوءه. فالصور الأربعة واحدة منهن يبقى فيها الوضوء، وهي إذا لم يقصد لذة ولم يجدها. والصور الثلاثة الأخرى، وهذا الذي يقول فيه ابن عاشر لمس. طيب، لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. انتبهوا إلى كلام دقيق هنا. لمس وقبلة وذا إن وجدت عادة يعني لذة معتادة كذا إن قصدت. لما قال وجدت يعني لم يفرع هل كانت مقصودة أم غير مقصودة. وجدت انتقض الوضوء. كذا إن قصدت ولم يقل هل وجدت أم لم توجد. إذا قصدت أيضا انتقض الوضوء. والمالكي عندهم تفريق أيضا. نحن قلنا لكم إنه المسألة سيان بالنسبة للقبلة واللمس، لكنهم يعني يبطلون الوضوء مطلقا بالقبلة على الفم. هذه ينتقض بها الوضوء مطلقا من غير النظر إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه، إلا إذا كانت القبلة لتحنن أو رحمة أو وداع. يقول وخليل هو اللي عنده هذا التفصيل، يقول لما ذكر القبلة يقول إلا قبلة بفم مطلقا، هذه ينتقد بها الوضوء مطلقا إلا لرحمة أو وداع. إذا كانت القبلة لرحمة أو وداع كما قد يقبل الرجل ابنته أو يقبل يعني، فهذه لا. والدليل على هذا أن القبلة إذا كانت لرحمة أو لوداع أو لتحنن فليست تنقض الوضوء، ما رواه أبو داود الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال عروة ما أراها إلا أنت، فضحكت